هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ النهارده هعمل معاكم احلى طاجن مسقعه بالبشاميل. يا رب يعجبكم. دلوقتي هوريكم طبعا انا بقطع ازاي المسقعه. ده بدوب في البتنجان، والبشاميل خفيف جدا يا جماعه، جدا فوق ما تتخيلوا. هقطعها معاكم واوريها لكم. ما تنسوش تعملوا لي متابعه ولايك. تاكليها بقى بعيش، تاكليها جنبها رز ابيض، جنبها رز بشعريه، رغيف عيش محمص كده، يا سلام معاها اللي يريحك. هرش بقى عليها دلوقتي شوية فلفل كده يكسر اللون، فلفل احمر واخضر واصفر، ما عندكيش خلاص. ايه رأيكم؟ نشوف المقادير. معانا هنا البتنجان، انا مقطعاه كده بس حلقات عشان ما اطولش عليكم في وقت الفيديو. ومعانا بصل ولحمة مفرومة واربع خمس معالق دقيق وكوباية لبن وزبدة وزيت طبعا. دلوقتي هقشر معاكم البتنجان، انا غسلته ونشفته عشان اعرف اقشره. هقشر معاكم البتنجان كده. اللي مش عارفه تقشر بالسكينه وتقيل عليها تقشر بالمبشره. في مبشره صغيره كده بتقشر برضو، ممكن تقشروا بيها عادي. انا بقشره هنا اهو، وهبدا اقطعه بقى سلايز. برضو اللي عندها بلانشة وعايزة تقطع عليها تقطع البلانشة عادي، بس انا بستسهل ايدي اسرع. هنا يوسف طبعا كالعادة طلب مني حتة بتنجان فاديتها له عادي. هو الصراحة طعم البتنجان الني مفيد جدا ومغذي جدا وطعمه حلو. دلوقتي بقى في جريلا، وهرش شوية زيت. انا ما بحبش اقلي البتنجان لان مهما تعملي فيه تحطي فيه دقيق وتحطي فيه نشا، تبدريه باي حاجة، لا برضو بيشرب زيت. فانا هنا كده في جريلا، ما عندكيش جريلا طاسة تيفال مش هتفرق، ورشيت شوية زيت وحطيت البتنجان. لما احط هرش عليه رشة ملح بسيطة، ولما يتحمر بقى هفضل اقلب فيه كده من الجوانب. وهنا هنيجي للحمة المفرومة بقى، حطيت معلقة زبدة صغيرة او سمنة اللي يريحك، او زيت اللي انت عايزاه. وهنزل بالبصل، يعني دي بصلاية متوسطة بس، على ربع كيلو لحم. هقلبها بقى كده. هنا بقى احمرت البصلاية، احمرت، هنزل باللحمة. اصفرت كده حاجة بسيطة، هنزل باللحمة وفككي اللحمة كده من بعض. وهقلبها بقى مع بعض. هسيب اللحمة لما تلون خالص. هنا بقى البتنجان بعد ما قلبته الناحية التانية، شايفين واخد لون حلو، ونفس الكلام ايه يعني، مش شارب زيت خالص، مفهوش ولا نقطة زيت. هنا هسيب اللحمة لما لونت خالص اللون البني بتاعها ده، وطلعت مثلا لو فيها اي زفارة او اي حاجة. وهنزل بالملح والفلفل الاسمر وشوية سبع بهارات بس، ولا اكتر ولا اقل. ما عندكيش سبع بهارات حطي شوية بهارات عادية، ندعة جوزة الطيب، لان البهارات اللي عندي دي فيها جوزة الطيب وفيها كل حاجة. وبعد كده هنزل عليها بمعلقة صلصة عشان تخليها جوسي وحلوة، متبقاش اللحمة كده ناشفة. هقلبها تقليبة برضو. وكده خلاص اللحمة يعتبر كده خلصت. هجيب بقى معاكم البولة اللي هعمل فيها البشاميل. ودلوقتي البشاميل 4 أو 5 معالق متوسطين دقيق، تمام، وكوباية لبن. أنا مش هعمل البشاميل على النار، إن أنا أحمص الدقيق وأحط الزبدة وبعد كده أحمص الدقيق وبعد كده أحط عليه اللبن. هقول لكم أنا عملت ليه كده.
لما بنيجي نحط الزبدة والدقيق بنحط مقدار الزبدة زي مقدار الدقيق، يعني لو حطيت 5 معالق زبدة هحط 5 معالق دقيق. طب بحس ان البشاميل نفسه تقيل، فاحنا نوفر على نفسنا شوية، واصحاب الدايت يقدروا ياكلوا من المسقعة دي براحتهم، اللي هو انا يعني. تمام. دلوقتي بعد ما ضربت الدقيق باللبن هجيب معلقة واحدة زبدة بقى احطها على النار، وبعد كده هحط الخليط. حطيت برضو معلقة زيت واحدة كده يا جماعة. والله صدقوني البشاميل بيبقى خفيف جدا، غير لما يكون الزبدة بتبقى كتير جدا فبيبقى تقيل، ونوفر دهون شوية يعني، ونوفر فلوس كمان. الزبدة دلوقتي غالية وكده. خلاص الزبدة يا دوبك ساحت، هنزل بقى بالخليط وأقلب على طول. ولو عندك معلقة قشطة حطي معلقة قشطة في قلب الخليط، بتبقى غنية وجميلة جدا. أنا كده كده اللبن كان فيه قشطة، فعشان كده ما زودتش قشطة. تمام. وادي فيه زبدة برضو وكل حاجة. دلوقتي بقى بعد ما خلص البشاميل حطيت معلقة فلفل أسمر، وحطيت ملح، وهبشر معلقة جوز الطيب عليها، وهوريكم القوام بتاعه دلوقتي عامل ازاي. اهو شايفين، ولا تقيل قوي زي المكرونة البشاميل ولا خفيف قوي، يعني قوامه يكون متوسط. هجيب البايركس بتاعي، رشيت برضو عليه رشة زيت بحيث ان مفيش حاجة تلزق، واحط معلقة بشاميل او كبشة بشاميل. تمام. حطيت كده معلقة بشاميل في البايركس، وهبدأ بقى ايه ارص البتنجان جنب بعضه كده، ما اسيبش بقى فراغات ولا حاجة عشان لما اجي احط اللحم. هنزل كل كمية البتنجان. وهنا طبعا يوسف قال لي يا ماما انا ما بحبش البتنجان، انا عايز بطاطس. عملت له بطاطسايه كده صغنونه قوي شرايح برضو، واديتها شويه ملح وفلفل، وحطيتها على الجريل برضو. اهو شايفين، اديتها برضو تقليبه كده على الجريل بمعلقه زيت واحده، بحيث ان انا مش عامله حاجه محمره خالص. جربيها صدقيني هتطلع خفيفه وجميله جدا. وادي اللحمه المعصجه هنزل بيها على الخليط. تمام. انا حطيت كل كميه اللحم، بس برضو طبعا في واحد صاحبي قال لي ماما معلش انا عايز معلقه لحمه مفرومه اعملها سندوتش. شايفين اديني خدت له معلقه اهو عشان تعرفوا بس. خلاص كده خلصت كميه اللحمه. هبدا بقى انزل بالبشاميل، انزل بيه كله طبعا، بس اغطي كل حته في الطاجن. تمام كده البشاميل كله خلص. شايفين بقى الجمال من تحت؟ شايفين؟ وشايفين منظر الطاجن؟ ولا متبهدل ولا في حاجة من الحروف، عشان بعد ما بيخش الفرن وبيطلع بتبقى في حاجات من الحروف. شايفين بعد ما خرج الطاجن زي الفل؟ جالك ضيوف هتقدمي زي ما هو كده، يبقى الشكل بتاعه كويس. هبدأ بقى اقطعه معاكم. هبدأ اقطعه معاكم. انا طبعا مقطعاه وهي سخنة جدا، فبالتالي القطعة برضو مش طالعة، بس هي حلاوتها ان هي تبقى جوسي كده وسايحة على بعضها. دي حاجة حتى في المكرونة البشاميل. ان شاء الله في مرة اعمل لكم المكرونة البشاميل بإذن الله. تمام. وهنحط عليها بقى كده شوية فلفل. جميلة جدا لما الفلفل يتحط عليها برضو. لو عايزين تحطوا الفلفل ده مع قلب اللحمة حطوه. تمام. وده الشكل النهائي. وباي باي.